انا عايزة بس اعرف الناس اللي بتقول الشوي في الفرن دي اسهل حاجة. بالعكس بقى، ده في خطوات لو ما عملناهاش عمرها ما هتديك الطعم الصح. وكمان في نوع عصير لو ما جربتوهوش بجد هتندموا، هيودلكم المشويات في حتة تانية خالص. النهاردة انا عاملة لكم حفلة مشويات، جميع انواع المشويات. اول حاجة هبدأ باللحمة. هنا اللحمة اللي هي البفتيك انا مستخدمة الريب اي. الريب اي انا دقاها، الريب اي معروفة اللي هي بتبقى مدهنة شوية وبيبقى ليها سمك لانها بتبقى من انواع اللحوم الناعمة قوي. لو مش حابين ريب اي عندنا انتركوت وعندنا روز بيف، ده للحمة البفتيك. هنا كمان مستخدمة لحمة ريش اللي هي الضاني، لو مش حابين ضاني هنستبدلها بتلو. نيجي بقى عند اكتر سؤال بيتسألني، ايه نوع اللحمة او الكباب اللي احنا ممكن نعمله. جربت انواع كتير جدا، لكن افضل نتيجة عطتهوني كان العرق الفليتو. العرق الفليتو ده طري جدا، ما بيستحملش درجة الحرارة وبتلاقوه دايب. فاحسن قطعية للكباب الفليتو. هبدأ في التتبيلة هنا. هضيف أول حاجة عندي بصلتين حجمهم متوسط، وأنا بنزل بالبصل كامل، وكمان ضفت عليه طماطمتين مبشورين من غير الجلد بتاعهم. وبعد كده ضفت ملح وفلفل عشان ناخد تتبيلة صح للحوم. لو سمحتم ملح وفلفل مش أكتر من كده. ضفت روزماري وزعتر بس كان فريش، لو مش متوفرين هنستبعدهم بس مش هنحط البودرة. هنا لو حابين زبادي اوكي، هنا انا استخدمت لبن رايب بيديني نتيجة افضل، وكمان ما بيعملش حمو شوية. بيبقى اللبن الرايب بالنسبة لي نتيجته افضل، وكمان بيطرلي اللحمة اقوى. هبدأ اللي انا اتبل اللحمة بتاعتي. يفضل طبعا اللي احنا نسيبها قبليها بليلة كاملة عشان تدينا حياء مظبوط كده، واللحمة كمان تبقى دايبة. خصوصا اللي هي لحمة بلدي، فاللحمة البلدي عامة ما بتستحملش درجة الحرارة. فالافضل اللي احنا نتبلها ونسيبها قبليها بليلة كاملة. لو ما عندناش وقت 3 او 4 ساعات هتأدي الغرض وهتبقى حلوة جدا. نيجي بقى عند الخطوة المهمة جدا. ما بنستعملش ليه عصير العنب؟ عصير العنب ده تحفة في المشويات، بيدينا طعم مسكر كده شوية، بيخلي اللحمة لونها بيبقى وردي وجميل جدا. لكن في انواع من العنب بتبقى فاتحة، دي انا ما بحبهاش. لو لقيناه يعني خلاص بنحط عليه معلقة من العسل الاسود برضو بتدينا نفس التست. لو لقينا العصير العنب لونه غامق خلاص بنستبدله على طول. بسيب كده اللحمة بتاعتي ليلة كاملة، وتعالوا بقى نشوف الكفتة هنعملها ازاي. هنا عندي اللحمة بتاعتي المفرومة بس تكون قليلة الدسم شوية، يعني 10% كفاية قوي لان احنا هنطلع منها كمان طرب. ضفت عليها ملح وفلفل زي ما اتفقنا، وكمان بصلة. هنا التفل بس، لا المية طبعا حطيتها في المشويات. اهم خطوة عشان تدينا كفتة صح لازم نعجنها اقل حاجة 5 دقايق. لازم عجن الكفتة. وبعد كده بقسمها، جزء هعمله طرب وجزء هعمله كفتة عادية. الكفتة بقى العادية هضيف عليها رشة كده من الكزبرة او البقدونس على حسب المتوفر، ورشة كمان من اللي هي البيكنج باودر. بضيف عليها البيكنج باودر عشان ما تبقاش مكتومة او تقيلة، البيكنج باودر بيخليها هشة. طبعا في الطرب انا استكفيت بالملح والفلفل والبصل بس، لان طبعا لسه هنلفه في منديل ضاني فهتبقى تقيلة جدا، فكفاية قوي كده. لازم عشان الكفتة تطلع معانا صح اقل حاجة نسيبها ترتاح في التلاجة ساعة. هبدأ بقى على طول في الطرب. هنا عندي المنديل الضاني بنجيبه من اي جزار، لكن يكون بيذبح ضاني. هو ده بس هتلاقوه على طول، والافضل اللي احنا نجيبه في عيد الاضحى ونشيله زي ما انا بعمل. انا المنديل ساعات ما بلاقوش في كل الاوقات، فبجيبه في العيد وبلفه زي الكوره كده، وبعد كده بشيله في الفريزر. بيقعد معايا من سنه لسنه ما بيجرالوش اي حاجه، لكن نصفيه كويس من الميه. هبدأ كده اللي انا افرد الكفتة بتاعتي، وبقطع المنديل زي ما انتوا شايفين. انا هلفه كده رول. لو مش حابين الطريقة دي ممكن تعملوا صوابع كفتة عادي جدا وبعد كده تقفلوها بالمنديل، لكن انا بحس الطريقة دي اخف شوية لما بيتقفل بالمنديل. بحس اللي هو بيبقى دسم اكتر. لمجرد دقيقتين بس بنحط الاكل ونطلع تلاقوه على طول لسلس، فانا بحس الطريقة دي افضل شوية. وبعد كده بحطه في الاسياغ بتاعة الشيش طاووق عشان اشويه على طول. في الخطوة دي لازم اكون مشغلة الفرن قبليها بربع ساعة او تلت ساعة على درجة حرارة قليلة.
ناخد بالنا ان الفرن بتاعتنا في المشويات مش عايزينها تبقى عالية قوي، عشان احنا هنعمل خطوة كده هتشوفوها مع بعض. لكن ناخد بالنا ان الفرن برضو لازم يكون سخن. في الخطوة دي بقى هنعمل ايه؟ الكفتة والطرب الحاجة الوحيدة اللي هتخش على طول على الفرن على درجة حرارة متوسطة، والافضل يكون جنبيها كده كوباية من المية عشان مش عايزينهم ينشفوا قوي. هنا اللحمة بتاعتي بعد تتبيلة يوم كامل هبدأ اللي انا بس الكباب بتاعي اللي انا هبدأ اللي انا اسيخه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لكن طبعا الريش والريب اي لا خالص. بعد ما اخلص الكمية هاجي بقى للخطوة اللي بتفرق جدا، بجيب جريل سخن جدا وببدأ اللي انا ادي صدمة اللحمة بتاعتي. لكن الكفتة والطرب لا خالص، لان هما معروفين دي لحمة مفرومة انسجتها ضعيفة جدا مش هتستحمل وهتنشف معايا. بديها كده صدمة من الجنب ده وصدمة من الجنب ده، الصدمة دي بتخليلي اللحمة يبقى فيها كده سنة مقرمشة كده من الأطراف ومن فوق ومن تحت، وفي نفس الوقت بنحافظ على العصارة بتاعتها. أنا مش بسويها، أنا بس بديها صدمة. وطبعا هي لسه محتاجة تسوية. ببدأ اللي انا في اي صينية عندي وببدأ اللي انا ارص اللحمة بتاعتي وبدخلها الفرن مش اكتر من ربع ساعة تلت ساعة على حسب الكمية، لكن اكتر من كده هتلاقوها بجد هتجلد معاكم وهتبقى زي الكاوتش. هي كبرها ربع ساعة تلت ساعة. بعد ما خلصت خطوة مهمة جدا محدش بيعملها، تتغطى وتتساب 10 دقايق عشان العصارة بتاعتها كده تلاقوها طرية معاكم. هبدأ في سلطة مشويات خفيفة. هنا عندي بصل يكون متقطع شرايح رفيعة جدا، بضيف عليه السماق وبدعكه كويس، وبعد كده بضيف عليه طماطم شرايح وكزبرة خضراء. السلطة دي حلوة جدا وخفيفة وكمان احلى من بتاعة الحاتي اللي هي بتتعمل بالمية. السلطة دي بتبقى خفيفة وحلوة جدا. هنبدأ في أهم حاجة التقديم. هنجيب العيش البلدي بتاعنا ده وطبعا هنفرد عليه السلطة التحفة اللي احنا عاملينها، وبعد كده هنطلع اللحمة بعد ما فات على الأقل 10 دقايق. مهمة جدا الخطوة دي، وبشوف في ناس ما بتعملهاش بس هي فعلا بتفرق. طبعا الاكله ما تحلاش غير بالطحينه والسمبوسك. انا هعمل لكم فيديو للسمبوسك بس لما اشوف بقى تعليقاتكم الحلوه هنزل لكم بطريقه للسمبوسك حلوه جدا هتعجبكم. هبدا كده اللي انا ارص اللحمه بتاعتي والكفته، بجد صينيه وحوش هتعجبكم جدا. انا بحب اعملها لما يكون عندي عزومه لان فعلا الناس بتتوهم بيها. جربوا الطريقه دي في المشويات هتعجبكم جدا. وهنا خلصت، يا رب الحلقه تكون عجبتكم. باي باي.